الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال الشارح بن حجر رحمه الله تعالى: الحديث 31 حديث أبي هريرة المذكور، قوله حتى يبعث بضم أوله أي يخرج، وليس المراد بالبعث معنى الإرسال المقارن للنبوة، بل هو كقوله تبارك وتعالى: أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. قوله دجالون ماشي البعث، الحمد لله والصلاة والسلام. يعني ايش المراد بها البعثة التي حصلت نبينا محمد؟ يبعث من في القبور كلها ماشي، كلها هذه اللغة العربية في ذا الشيء دي. نعم. الإرسال. ها؟ الإرسال. أي الإرسال. نعم. يعني تأتي بعدة، ولذلك لما أراد عمر يؤرخون للتاريخ منهم من اقترح البعثة، ولكن استقروا فيما بعد اللي اقترح تاريخ الروم، والذي اقترح تاريخ الفرس، ولكن ما رضيوه، والذي اقترح مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي اقترح البعثة، ثم اقترح علي رضي الله عنه الهجرة فرضيها عمر، صار التاريخ الهجري. نعم. يعني ليس الإرسال. ليس الإرسال. اي ليس الإرسال. قوله دجالون كذابون، الدجل التخليط والتمويه، ويطلق على التخطيط والتمويه. نعم. ماشي. ها؟ وش عندك؟ في نسخة أخرى التغطية. وش عندك انت؟ التخليط والتمويه. لا تأتي. نعم. التخليط تأتي في التغطية اللي قالها. نعم. لكن تمويه فعلا، الدجالون يموهون على الناس. نعم. ويطلق على الكذب أيضا. نعم. فعلى هذا وإذا قال فلان دجال، نعم، يعني كذاب. فعلى هذا فقوله كذابون تأكيد. وقوله قريبا من 30 كذا وقع بالنصب، وهو على الحال من النكرة الموصوفة دجالون كذابون. ووقع في رواية أحمد قريب بالرفع على الصفة. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه الجزم بالعدد المذكور بلفظ: إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبي. شوف الآن الشيخ كيف يعني أهل العلم الحديث هذا قال تقريبا أو قريبا، قال لا، لكن روية جازمة 30، فكيف الجمع؟ أول شيء، أول حاجة يا أخوان، شوفوا تنبه العلماء، ما تمر اللفظة على طول، تجد عندهم قوة الملاحظة، قوة، وهذا دليل الفقه. دليل الفقه هذه قوة الملاحظة، ما في شك. وقوة الملاحظة مطلوبة في كل شيء يعني، وهي باب عظيم في انتفاع الشخص. يعني أنا أتذكر أمي رحمة الله عليه تذكر لي مثل، تقول: يا ولدي من لها عيون وراس سوى ما سوى الناس. من لها عيون وراس سوى ما،
هذا منه هذا الفطن، هذا ينتبه. هذا طبعا لك عيون لك راس، انتبه. وهذا صحيح. وعاد تأتي الفطنة سواء كان فيما ينفع من الأمور أو فيما يضر، وتجد بعض الناس يمكن يمر على الشيء الخطر واضح ولا يرفعه من الأرض. طيب أنت نجيت، يمكن اللي بعدك ما ينجي. وروى أبو يعلى بإسناد حسن، في تعليق في الهامش ماشي، يقول بل إسناده ضعيف. في الهامش يقول بل إسناده ضعيف. هذا شوف كلام ابن حجر ما يخالف. عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين المذكورين بلفظ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار. الأسود العنسي. نعم. قلت وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فخرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح التميمية في بني تميم، وفيها يقول شبث بن ربعي وكان مؤذنها: أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. هذا ماذا هو يمدحها ولا يذمها؟ في نسخة أخرى وكان مؤدبها، وهنا وكان مؤذنها. محتمل كلها محتمل، ما ندري بها. هل هي عيارة كذاب ما عليه، مؤدبها ولا مؤذنها؟ لا بعد هي اختصرت الصلوات. نعم. هي اختصرت الصلوات، خليها 3 صلوات بدل 5. اي نعم. المحقق يقول مؤدبها تصحيف. ممكن على كل محتمل. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. آمين. وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ونقل أن سجاح أيضا تابت، وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباريين. ثم كان أول من خرج منهم الإخباريين منهم هم اللي يكتبون التاريخ. نعم. وهذه سبحان الله العظيم مواهب جعلها الله في الناس. تجد هذا حبب إليه تعليم القرآن ودراسة القرآن وهذا الفقه وهذا الحديث، وناس لا فتح الله لهم في الشعر في التاريخ، وهذا كله توازن المجتمع. لابد المجتمع في حاجة لجميع هذه الأشياء، لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى هداه لأحسن هذه العلوم، ما في شك. مثل الشعر الله ما مدحه، ومدح نبيه بأنه بقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له أصلا، ومع أن الشعر نافع، لكن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه ما هو أفضل من الشعر وهو القرآن الكريم بس. وهكذا الإخباريون اللي يجمعون تراجم العلماء وسير العلماء، كل شيء يكتبونه. لكن هذه العلوم غالبها علوم أنس المجالس، هذا الواقع، ما يترتب عليها كبير فائدة بس. لكن المجالس الناس يحتاجون من يقضي مجالسهم في الخير إن شاء الله. ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي، غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، فأظهر محبة أهل البيت
ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين رضي الله عنه، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه، فأحبه الناس. أكيد الناس الناس هذا عامة الناس الفوضويين يحبونهم. لا بد بأي حق. من وكلك؟ هل وكلك أقاربهم؟ لا، ما يصلح. مثل ما فعل علي رضي الله تعالى عنه وصارت مشكلة معاوية. علي أراد أن أولياء الدم يطالبهم بكل، لأنه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ولكن الناس حتى إلى اليوم يعجبهم والله فلان جريء، وما يدرون أنه يضرهم أكثر ما ينفعهم. نعم. ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة. يلا شوف، نسأل الله العافية. العجب يا أبو يوسف، العجب بالنفس ما في شك يؤول بالشخص هذا. وزعم أن جبريل يأتيه. نبي بعد. فروى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن شداد قال: كنت أبطن شيء بالمختار، يعني من خصوصي به. نعم. أخبر به. فدخلت عليه يوما فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي. يلا، هذا مثل بعض ضلال الصوفية إذا قالوا نشوف الخضر ونشوف كذا كلام. وش عرفك أن هذا الخضر؟ وهل الخضر حي أو مات؟ هذا مسألة يعني. نعم. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن عن الشعبي أن الأحنف بن قيس أراه كتاب المختار إليه يذكر أنه نبي. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وروى أبو داود في السنن من طريق إبراهيم النخعي قال: قلت لعبيدة بن عمرو: أترى المختار منهم؟ قال: أما إنه من الرؤوس. وقتل المختار سنة 67، ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء. وسوداء نوع من أنواع المرض الصفراوي والسوداوي، كل هذه أمراض ما في شك. جنون، بعضهم جنون يعني مو بعد دليل أنهم. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كثير. يقول لك يقوم يوم في المسجد يقول يا النبي، وإذا جيت مريض نفسيا مسكين، نسأل الله العافية. ها؟ أو يدعي أنه المهدي. إيش؟ أو يدعي أنه المهدي المنتظر. مو كلها، أو المهدي سوى ادعى النبوة أو المهدوية، وكثير ادعوا المهدوية. أما آخرهم جهيمان وربعه، القحطاني، محمد القحطاني اللي خريج من كلية أصول الدين في الرياض، ادعوا أنه هو المهدي. والنهاية ما يصلح الكلام هذا، ما يصلح. وش اعتمادهم على ماذا؟ لا رؤى في المنام، جاءهم الشيطان قال هذا المهدي وهذا كذا. ما يصلح. العلم، ولذلك لا تعتمد لا الرؤى ولا الهواتف ولا الإلهامات. ما في الأشياء هذه. الهواتف وش هي؟ صوت يسمعه في السماء. ترى قصة إبراهيم بن أدهم سببها هاتف، ولا كان أميرا من الأمراء، وهواية الأمراء غالبا الصيد إلى الآن.
فخرج ذات يوم في الصيد وتبع أرنبا، فسمع هاتفا يهتف في السماء: ألهذا خلقت يا إبراهيم؟ انتبه له، بعدين انصرف، قام يلحق الأرنب فهتف به مرة أخرى: ألهذا خلقت يا إبراهيم؟ وفي الثالثة رجع وش سوى؟ تزهد، جالس العلماء والزهاد وترك الإمارة وترك الأشياء هذه كلها، صارت له يعني باب خير، وأصبح من كبار العلماء الصالحين الذي يشار إليهم بالبنان في الصلاح. يعني الهواتف ماشي، الرؤية المنامية والإلهام والهاتف إذا كان مما تؤيده الشريعة فهو مقبول. ولكن لماذا نقول يا أخي الكريم لما تجيك فكرة، أنا عاد أعلق عليها أقول إذا قال عندي فكرة قلت خلها بكرة. ليش؟ حتى يتأنى ويتأكد بس. يعني خل مخك قسمين: جزء استقبال والجزء الثاني عرض على ماذا؟ على الشرع. إن وافق الشرع فالحمد لله. وهذا الذي حصل شو اسمه أظنه للجنيد صاحب الغنية، جاءه إبليس قال أنا ربك، جاءه إبليس بصورة نور قال أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي. عبد القادر الجيلاني. ها؟ عبد القادر الجيلاني. نعم رحمه الله. عبد القادر قال اخسأ أنت الشيطان. قال كيف عرف ذا؟ قال لأني لما رأيتك نسيت ذكر الله، وكيف تحل لي ما حرمت عليه؟ قال لقد أضللت بهذا أظن قال 50 عابدا. والقصص في هذا كثيرة، القصص فيها كثيرة. فمن الناس يصير ثقيل متزن، مثل ما يقول العوام ما يهزه الرديف. ايش معنى ما يهز الرديف؟ يعني الصاحب اللي راكب على الدابة معه مو بكل ما قال له شيء صدقه. ولذلك رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري يقول: إن من إخواننا من يستمطر بهم الغمام من صلاحهم، لكن لا يؤخذ منهم هذا الحديث. لأن يصدقون كل شيء، الكرامات والأشياء كلها، ويأخذونها أمور أصول في الدعوة في العلم. ما يصلح الكلام هذا، ما يصلح. أنا من يوم واحد يقول أنا ناداني ربي أني أحج، يبي يحج بدون ترخيص. أنا منادكت. هذا احمدوا الله يا إخوان، الحمد لله. والله في العلم. ولذلك أحد الصالحين جلس طول الليل يتوضأ مسكين حتى تعب، فأظن رأى رؤيا قال له الراحة في العلم. ايش معناها؟ الراحة لأن تعب من الوضوء، من كثرة الوضوء يعيد، فقال الراحة في العلم. ولذلك قال النووي نقل عن إمام الحرمين أن الوسوسة سببها أما خفة في العقل يعني مرض، أو جهل بالدين. وإذا قال الراحة في العلم. ومروي عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول العلماء في راحة، ما في شك. شوفوا الفرق بين عبادة العالم وعبادة العابد. ويأتي الشيطان الإنسان عند موته في صورة والديه، يجي له في صورة أبوه وأمه. نعم ما في شك. الله يجيرنا وإياكم من الشيطان، ويلهمنا وإياكم إن شاء الله، ويرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين. نعم تفضل يا شيخ. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له أي شبهة. هذا المراد، وليس عامة. صح، مثل دولي سجاح ولا الأسود العنسي، لأنهم أكثر من 30. هذا وجه الشبهة. يقول شلون في الحديث يؤكد بأنهم 30 والواقع اللي طلعوا أكثر، فجمع بينهم جمع لطيف.
قال 30 هم الذين كانت لهم شوكة وأتباع وكذا، ولا البقية كل يدعون إلى الآن مساكين يجون. قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفنا. أكيد ما لنا من المرضى اللي معه السوداوي أو الصفراوي أو كذا، لا ما لنا، لكن نتكلم عن هؤلاء أكيد عن شبهة، والشبهة ترد حتى للذكي. ما وردت الشبهة على عمر بن الخطاب رضي الله في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نعم. بأي شيء ردها أبو بكر؟ بآية: وما محمد إلا رسول قد خلت. شوفوا كيف ما وردت الشبهة على المأمون الخليفة العباسي العالم، مو بسهل، في نكاح المتعة، ورد عليه القاضي ب3 آيات من القرآن. ومعاوية بدت له الشبهة فين وهو يطوف لما قام يستلم الأركان ال4، وهو معاوية معروف بالدهاء وبالذكاء وبالعلم وردها ابن عباس بآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحجاج نفس الشيء، لما أتي بذاك الجند على بيت رجل وهدموا بيته ومسحوه من الديوان، والمجرم أبوه المجرم أخوه، فذهب إلى الأمير إلى الحجاج يشتكي إليه، فأنا ما عملت شيء عن هذا. فاستدل الحجاج بقول الشاعر، وإذا كان مبدأ عند الحجاج إذا أراد أن يعاقب شخص عاقب آخر، فقال له: أيها لكني سمعت الله يقول في قصة يوسف، قالوا: خذ أحدنا مكانه، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. الله أكبر. شوف ذا الموقف الرهيب عند الحجاج. قال: صدق الله وكذب الشاعر. صدق الله وكذب الشاعر. ردوا إليه بيته، ابنوا له بيته، وردوا إليه عطاءهم بيت المال. شوف وكذلك سواد بن قارب له رئي من الجن، وجاء 3 أيام ينشد كل ليلة لبيت بالشعر إلى أن أسلم، فكان عمر يشتاق إلى أن يراه، فقدم المدينة وأخبر عمر بأن سواد موجود، فناداه قال: أخبرني عن إسلامك، وذكر له القصة. لكن في النهاية إيش قال لعمر؟ قال: وهل يأتيك رئيك الآن؟ ذا الجن هذا اللي أنت. قال: أما الآن، انتبهوا يا أخوان انتبهوا، أما الآن فقد أغناني الله بالقرآن. يا سلام. كان يعتمد على ذا الجن ويعتمد على كذا، لكن الآن أغناني الله بالقرآن. الرسول هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. شفتوا ذا البساطة في ذا الأشياء، آية ولا آيتين ولا سورة من قصار السور. فالعلم نور، العلم نور ولا فيه تعب يعني. بس الله مثل ما قال الحسن البصري: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. القصد. نعم. وقد أهلك الله تبارك وتعالى من وقع له ذلك منهم، ما في شك. نعم. طيب، وما الحكمة في إهلاكهم؟ بيان أنهم ليسوا بأنبياء. ليس. وقد يكون بعد مثل ما حصل لأنبياء يا بني إسرائيل، لكن ذولي سووا لهم. نعم. بس بيان عجزهم، ما الله عصمهم. نعم. وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. في شك. نعم، الدجال. وسيأتي بسط كثير من ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله جميل. تعالى. طيب، إذا كان الصحابة خافوا من الدجال، وما من نبي إلا وقد حذر قومه الدجال،
ونحن نعرف أن الدجال ما بعد يخرج، ما بعد جاء وقته. إذا التحذير من الدجال هذا ماذا يعني؟ والرسول يأمرنا نتعوذ دبر كل صلاة من الدجال حتى لا يقول الناس يتوارثون جيلا عن جيل. هذا جميلة، حتى يتوارثون هذا العلم إلى من يلحق على الدجال. لا، وهناك احتمال آخر، حتى هناك احتمال أن الدجالون كثيرون. هذا عندنا الدجالون في الإعلام وفي وسائل ولا لا عندنا، وترى منتشر في دول الغرب أكثر، ودول الشرق، شرق آسيا عندهم الكهانة وعندهم السحر، في أوروبا وأمريكا، حتى يقال ما من يكاد رئيس إلا وله كاهن. دجل دجل دجل. احمد الله على نعمة العلم واتباع السنة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ما شاء الله، هذا العالم الشاب. نعم. بن عوف. نعم. أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم. ما عندي. وهو رجل من بني تميم. يا أبو يوسف انتبه النسخة اللي عندك، ترى زين، انتبهوا لها ما يخالف، ترى نعمة تعدد النسخ، هذه نعمة. نعم. فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. أعد. أظن بالضم ولا بالفتح؟ لا، بالفتح مضبوط. وانتم لمين مشكول انتم عندكم؟ في تعليق هنا. ايوه. قال العيني: قوله قد خبت بلفظ المتكلم وبالخطاب أي خبت أنت لكونك تابعا ومقتديا لمن لا يعدل. قال العيني: قوله قد خبت بلفظ المتكلم ما في. طيب. وبالخطاب يعني خبت أي خبت أنت، واضح لكونك تابعا ومقتديا لمن لا يعدل. والفتح أشهر وأوجه. ماشي. أشهر وأوجه. نعم. ماشي. هذا قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له اعدل. لكن عاقبه الله سبحانه وتعالى، وصارت بذرته طلعت إلى الآن تعاني منها المجتمعات، والأسف أنه باسم الدين. نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه. رضي الله تعالى. شوف أدب عمر، شوف أدب عمر، وجه الأدب. استأذن، ما بعرف طبعا. وهذا فيه إدخال السرور على رسول الله، وأننا نحن لك أعيان، لكن ننتظر أمرك. وفيه النصرة. أي طبعا في النصرة، وهذا الأصل في إجلال ولاة الأمر. جنود ملكة سبا وش قالوا لها؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولكن والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لا بد نعرف قدر الأمراء والرؤساء والمسؤولين بس. نعم. فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. انتبهوا، التدين المزيف، وهم ما يعتقدون مزيف، لكن هم اعتنوا بهذه التطوعات وغفلوا عن الأصل. نعم. وصيامه مع صيامهم. وهذا مثل ما قال سفيان الثوري قبل قليل: إن من إخواننا من يستمطر بهم الغمام من صلاحهم وكذا، لكن لا يؤخذ منهم العلم. أيوة شيخ. يقرأ. نعم. إن له
فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ايش معنى؟ يعني لا يفقهونه، وفعلا يقرؤون القرآن لكن ما يفقهونه. يعني أنا بعطيكم يعني مما يدل على هذا فكرة الداعشيين، الشباب اللي قتل خاله واللي قتل أمه واللي قتل بحجة أنهم كفار، لو كانوا يقرؤون القرآن وهم قتلوا وش قال الله في القرآن؟ ها؟ ها؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم إيش فلا تطيعهما، لكن يلا وينها؟ يعني لو فرضنا جدلا على شبهتك أيها الشاب الضال أن أبوك وأمك كفار ولا خالك كفار ولا ذا اللي قاعدين يصلون في المسجد كفار، هل جاهدوك على أنك تكفر؟ قالوا لك اكفر؟ طيب ما جاهدوك، طيب ولا قالوا لك اكفر، تروح تقتلهم، وين مصاحبهم في الدنيا معروفة؟ شفتوا كيف شوف هذه واحدة بس، هذا واحدة ما يدري يا أخي، تستحل دم خالك ولا أمك ولا أبوك ولا أخوانك ولا ناس يصلون في مسجد تجي وتفجر المسجد عليهم بحجة أنهم كفار؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الجهل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وبعدين ثم أبلغه مأمنه. لكن هذا ما يعون الأشياء هذه، مع أنهم يقرؤون القرآن وتحقرون قراءتكم عند قراءتهم من ناحيتين، ما هما؟ جودة التلاوة، التجويد بما فيه من القلقلة ومخارج الحروف والمدود ما شاء الله، والثاني كثرتها. ولكن وصيامكم عند صيامهم نفس الشيء. هذا اللي دخل على رسول الله عيونه بارزة من كثرة قيام الليل والصوم وكذا، وأصلع الرأس، حالك بالموس، يعني كأنه متزي بزي الصالحين، وهو يظن نفسه أنه صالحا، يعني ما هو بلازم يظنه، يعني نعم لو أحسن الظن هم ما يظننه على خطأ، لكن مشكلة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما ينزل إلى قلوبهم، الترقوة هذه يقرؤون بألسنتهم، لكن هل يعون فقهه؟ لا. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طبعا قد يمرقون بالكفر وقد يمرقون بعدم التطبيق. ولا علي لما قاتلهم قيل له، لأنه قاتلهم في النهروان اللي أمس القصة، قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل له أمنافقون هم؟ قال لو كانوا منافقون ما ذكروا الله إلا قليلا، ولكن إخواننا بغوا علينا بالأمس فقاتلناهم اليوم. فقه. شوفوا الفقه العظيم. طبعا ولي الأمر يؤدب أمثال هؤلاء، لأن هذا وجودهم في المجتمع شر، فعلا وجودهم في المجتمع شر. كم عانينا احنا في السعودية، مو خارج المملكة بعد، احنا في السعودية كم عانينا منهم. سمعتوا انتم تفجيرات المساجد والأماكن، واللي قتل أقاربه، واللي شباب باسم الإسلام وباسم كذا وباسم التدين وباسم، لا يا شيخ ما يسمع الكلام هذا. نعم. وهناك ناس ينفخونهم. نعم. أجل مستأمنين جايينك يشتغلون عندك، أطباء ولا مهندسين ولا كذا، تروح تفجر عمايرهم سكنهم، كفار تقول جايين.
ولي الأمر عاطيهم أمان، عاطيهم فيزا، مدخلهم بأمان، وتروح تخون هذه الأمانة. ما يصلح يا شيخ. من الذي قتل عمر؟ أنا حتى هم يقولوا لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. المدينة من جزيرة العرب ولا لا؟ طيب من اللي قتل عمر؟ مجوسي ولا مسلم؟ ليش ما طلع عمر؟ إذا ما معنى ما لا يجتمع دينان في جزيرة العرب؟ يعني لا تجتمع قوتان حكومتان، هذا دين حكومة كافرة وحكومة، لكن مو معناه لا يوجد عمال ولا شيء كفار، لا موجودين الكفار، موجودين كعمالة وأطباء ولا كذا ولا. ما يصلح الكلام هذا. ولا يجوز تغدر بالكافر حتى لما تذهب إلى بلده، لأن دخلت أنت بأمان، أيضا هو مأمنك، أعطيك فيزا. المؤمن ما يخون. حذيفة بن اليمان لما أراد أن يهاجر مسكته قريش، وهو أبوه اليمان، وحبسوه يمكن شهر، ثم لما أرادوا أن يطلقوه من المدينة أخذوا عليهم العهد. من عهدهم ماذا؟ أن يكونوا معهم أن لا يكونوا مع محمد عليه صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم العهد. فلما هاجروا إلى المدينة وأخبروا رسول الله بعهدهم بأنهم لا يقاتلون مع محمد، قريش قال نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. يعني لا تخونون، لأن المؤمن ما يخون الأمانة. نعم. كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. نسأل الله العافية والسلام. عاد نبي نشوف بشرح ابن حجر الحين، لعله يشرح إن شاء الله. ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، اللي هو هذا نسأل الله السلام، أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. حدث. وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. نعم. فأمر بذلك الرجل فالتمس، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. لأن هذا من قبر أخبر الرسول بعلم الغيب، وقع كما معجزة. معجزة طبعا، تسمى المعجزات، وتسمى المناقب، تسمى أعلام النبوة، تسمى دلائل النبوة، ألف في هذه العناوين كلها. نعم. نعم. في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل هذه ماشي، ما أدركهم كجماعة، يمكن بس. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان. لعلهم في زمن الرسول ما قاتلوا مثل ما سوى ما قاتلوا، والرسول كان يحذر مقاتلة المنافقين وكذا حتى لا يقال هذا. شفت كيف من السياسة الشرعية ومن درء المفاسد حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. طبعا، لأن هناك أناس يحاولون يعلقون على الدين كل شمعة، وهذا الشيء فيه من الحذر. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي كذا غفلة. نعم. راجعوها ما يخالف، راجع. أنا أحفظه غفلة بس يرتره. أدري شوف، أنا قايل لكم ما لنا علاقة بالشكل،
الشكل هذا ما لأنه بالضبط ماذا قال ابن حجر؟ شوفوا شوفوا في تقريب التهذيب ولا شيء. سويد بن غفلة. مصباح المنير. ها؟ مصباح المنير ابحث فيه مصباح المنير ولا؟ سم؟ ابحث المصباح المنير غفلة. لا، تبحثه في أحد الكتابين، أما في تقريب التهذيب ولا في القاموس المحيط، لأن القاموس أو في تهذيب الأسماء واللغات للنووي، لأن المصباح المنير ما يأتي بالرجال إلا نادرا. الشيخ ادخل. المصباح المنير في المعاني. إيه؟ في المعاني ما يأتي بالرجال، لكن لا، حتى الآن القاموس المحيط نعم واسع هذا. واسع ويأتي بالرجال. يجمع. معرفة الكتب مهمة لطالب العلم. نعم. حتى يعرف الكتاب الذي يبحث فيه. وترى هذا يا أخوان الإمام والعالم المجتهد مو بلازم يكون حافظ الآيات ولا الأحاديث، لكن يعلم مواطن البحث وكيف يبحث. نعم. أيوة شيخ. قال نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. طبعا ما في شك، كذب عليه ليس ككذب على غيره. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وإن كان الكذب محرم لكن فرق كبير ما في شيء. نعم. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. خدعة ولا خدعة؟ ماشي، حتى هذه تحتاج. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني قصد أنه أحيانا الرسول كان يوري، قصد أنه يكون لما يتكلم في أمور اللي ليست في الأحكام، ترى أنا أحيانا أقول لكم شيء وأنا أقصد شيء آخر. إذا أراد أن يغزو ناس ورى بغيره. ما الحكمة يا أخوان؟ ما الحكمة أن الرسول ما صرح إلا بغزوة واحدة، غزوة تبوك؟ لماذا؟ لأن حتى يريد أن الصحابة اللي بيروحون يستعدون، بلد حارة وزمن الصيف، حتى كانت حين طابت الثمار. الآن عندنا في الأحساء طابت الثمار، التين والرطب والأشياء دي كلها هذه وقتها. سبحان الله العظيم. وهالمدينة أهل فلاحة يتشوفون إلا مثل هذا الموسم. فلماذا الرسول كان يوري في ها؟ أدري تمويه العدو، ايش دخل العدو؟ شيخ لوجود المنافقين. وجود المنافقين، بعدين لا، وجود المنافقين ووجود بعد ضعاف الإيمان. نعم. اللي ما يمسكون السر. هل كل واحد يمسك سر؟ لا، ترى مسك السر هذه مرتبة عالية ذي. وقد وصى العباس بن عبد المطلب من وصاياه لابنه عبد الله بن عباس لما رأى أن عمر رضي الله تعالى عنه يدنيه، قال: انتبه إن هذا الرجل قام يدنيك. فأوصى ب3 وصايا، من ضمنها قال: لا تكشف له سرا ولا تغتب عنده أحدا. ليش لا تغتب عنده عن أحدا؟ ها؟ يسقط في عينه. ها؟ يسقط في عينه. ها؟ ينقل الكلام. اكتب تحته فتغتابه. معناه أنه مثل ما نقل لي بينقل عنه. هذا انتبه، ولا تكشف له سرا ولا تفشي له سرا. والله يا أخوان لا أخفيكم، أنا قد أكون على بصيرة. يجون ناس يستفتوني، يجون ناس أقرأ عليهم، ما أذكر أن أقول جاني فلان عند المشكلة الفلانية ولا أبدا. حتى أني أذكر يوم من الأيام أم عبد الله قالت لها وحده: ما تشفيتي لنا؟ كيف؟ أنا والله ما أدري. قالت: جايين لي الشيخ اقرأ علينا. قالت: الشيخ ما يقول لنا شيء. إذا أني ما أدري، يمكن بعد ما يبون. هذه أمانة، هذه أجعجع بالناس يجوني. يعني انتبهوا، موضوع السر هذا عظيم. الصحابة من صاحب السر؟
حذيفة. فهذه تراها كون الشخص يتحمل السر، لا، ولذلك بعضهم ما يتحمل حتى السر نفسه، مثل ما قال الشاعر: إذا ضاق صدر المرء بسر نفسه فصدر من استودع السر أضيق. تبعد يا ماهر، أنا بقول لك شيء ولا تعلم، وأنت يا أبو يوسف بقول لك شيء ولا تعلم. راح قال لعبد الرحمن ترى بقول لك شيء ولا تعلم، ترى عبد الرحيم محذرني إني أعلم. شو هذاك علم؟ ما يصلح الكلام. نعم يا شيخ. ها؟ هو هذا المراد، هو هذا المغازية. مثل ما تفضل الشيخ عبد الرحمن، هناك منافقين وهناك ناس ما يقدرون يمسكون السر، ياكله مثل يقول تاكله يد اذا جات الفلوس، هذا ياكله لسانه لابد. هذا شوف اذا بغيت تعرفون كيف ان من قبل رمضان الرؤيه اصبر، لا تستعجل ولا تقل. الخبر بيظهر من الحكومه احسن منك، ولا لا؟ نعم. اصبر لين انت تثبت الامور وتعلن الدوله، تبي تساعد الناس انشر، ولا بعد تعلن الدوله؟ ليش تعلن انت؟ وجدت شيء؟ تهذيب الكمال جميل. غفلة بسكون الفاء وفتح آخرها. لا احنا نبغى الغين. ما شكلها. غفله ولا بسكون الفاء. اذا معناه غفله. هذا اللي نحفظه. سويد ولا آخر؟ في سويد ولا غيره؟ سويد من الغفلة ولا آخر؟ سويد من غفلة. سويد. لا أنا أشوف أن المحقق متعدد في كثير من الشكل، وهذا ما يصلح. نعم. ابن عباس الوصية الثالثة والله ما يحضرني، عاد نسيتها. ممكن تشوفون، دخل على النت وصايا العباس لابني عبد الله. نعم. سمعت النبي. ولذلك ينبغي يتنبه الإنسان، ليس كل خبر بسوي، حتى في بيتك بعض الأسرار تنتبه لها. قد يكون واحد من عيالك ولا واحد من بناتك، هو أنت، وخاصة قد تكون سبق اختبرت أصحابك، مو بكل خبر تشيعه ولا أسرار بيتك تشيعها. ترى الناس مو بكل يقدر يحفظ، وبعدين ولو بلازم أقول لك ترى سر، مو بلازم. خلاص يا أخي جاني استأمني وقال ما خلص، وش الفائدة إني أقول؟ نعم. في تعليق من الشيخ سمير. الشيخ سمير عنده تعليق يقول: سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء، أبو أمية، في تقريب التهذيب. في أي كتاب بالله؟ تقريب التهذيب. تقريب التهذيب. وانت تقول تهذيب الكمال مضبوط ولا مشكول؟ مضبوط سكون وفتح. لا هذا مو مضبوط، هذا مشكول. احنا هذا اللي احنا خايفين. مضبوط تقريب التهذيب. هذا مضبوط. يقول بفتح المعجمة والفاء، معناه أنه لأن المعجمة ما يقولها إلا ابن حجر وغيره. على كل هذا مضبوط. مضبوط. هذا عاد إن كان أنه نقل كلام ابن حجر كما أبو أمية في تقريب التهذيب. ماشي جزاه الله خير، الله يجزيه خير. سام الضحى قلت ساكن بساعة غفلة. إيه وحين يقول لي مفتوحة. يقول مفتوحة، يقول غفلة، بس مضبوطة جابها. يا زين الغلط طلع الصواب، والله صحيح، بالعكس هذه نعمة ترى يا إخوان. في تعليق أيضا عند الشيخ سمير يقول: أرسلي إلي مؤذنك، فبعثته إليه وهو شبث بن ربعي، فقال: نادي في قومك إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. ذكره وتزوجها بعد مسيلمة. إذن مؤذن وليس مؤذن، لأن صوته عالي وحتى يؤذن. على كل أظن تزوجها مسيلمة. الله لعب.
تفضل يا شيخ. الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك يا الله، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان هذه مهمة مهمة جدا جدا. يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قد يمرقون من الإسلام إلى الكفر، وقد يمرقون من الإسلام بالبدع وكذا، مو بلازم يعني يكفروا. نعم. لا يجاوز إيمانه. لنا دلائل مثلها: من غشنا فليس منا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. والله هذا الحديث عظيم، من يقدر عليه؟ من يقدر عليه؟ أنا بعطيكم شيء. أبو يوسف قاعد الحين لما تمشي بسيارتك وتسمع صوت خراب سيارة، شو تقول؟ عشان في سيارتي ولا لا؟ طيب إذا صاروا في سيارتك ايش معنى؟ كلكم عرفته. وين الإيمان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. أصل سلم اللهم سلم. حتى نختبر إيماننا. إذن شو الأولى؟ أن تتمنى أن هذا ليس بخراب، وإنما هو شيء طارئ بس، لا لك ولا غيرك، لا عليك ولا على غيرك. لو قلنا بظاهر هذا الحديث لا يؤمن معناه كفر، مشكلة. لا كمال الإيمان. ها؟ كمال الإيمان هو المراد كمال الإيمان. من غش فليس منا، آية المنافق 3، حتى ومن كانت فيهن كان منافقا خالص النفاق. ليس المراد النفاق العقدي، ليس النفاق العقدي، وإنما النفاق العملي. وهذه من ميزة مذهب أهل السنة والجماعة، فهم هذه النصوص. ولذلك لا يكفرون أحد إلا من ثبت تكفيره بعد مات، بعد إقامة الحجة عليه، لأن قد تكون عنده شبهة بعد. ولكن احنا ما نكفر أحد، اللي يكفره القضاء، يمثل عند أمام القاضي وتقام عليه الحجة، فإن عرف أنه مكابر هذا عاد موضوع آخر، ما على طول نكفر، حاشا هذا الشيء. نعم. وتكفرنا العشير. وتكفرنا العشير. وتكفرنا العشير، لا بس دي قال تكفرنا العشير، لكن لما قال وتكفرنا قالنا أنكفر بالله، قال لا تكفرنا العشير، لهم خافوا. إذا كان الجمهور في قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حملوه على كفر دون كفر، كما حمله ابن عباس على كفر دون كفر، يقول معناه استحقوا ما يستحقه الكافر من القتل. طبعا عند الشافعية والمالكية يقتل تارك الصلاة، لكن ما يقتل كفرا، ليس كفرا، استتابة. واضح؟ نعم. استتابة. والحنابلة يقتل نفس الشيء لكن كفرا على أنه مرتد. انتبه. والثاني استتابة. ها؟ استتابة. ما أدري، لا الاستتابة أنه يحبس 3 أيام، وإذا جاء وقت الصلاة قيل له صل، فإن استمر وأصر قتل، يعني ما يقتل في أول. هذا معنى الاستتابة. يعني معناه، ما معنى استتابة؟ يعني طلب التوبة منه لعله يتوب. ولي الأمر ولي الأمر. طبعا ولي الأمر أكيد. اليوم أنت في المملكة ما تقطع يد ولا تقطع رقبة إلا بعد أن يوقع عليها اسمه ولي الأمر، يقضي فيها قضاة 3، ثم ترفع إلى المحكمة العليا الظاهر، ثم ترفع المقام السامي. أول شيء المحكمة العادية، بعدين محكمة الاستئناف، بعدين المحكمة العليا، بعدين المقام السامي. والمقام السامي مو بس ورقة،
لا، عندهم مستشارين شرعيين ويدرس القضية، لأنهم آل سعود يعرفون هذه دماء مسؤولين أمام الله عز وجل عنها، وهذا من ضبط الأشياء هذه. لكن جهلة الشباب لا، يقول من يقول لك كذب السعودية تقيم الحدود تقول لك من قال لك كذا؟ بس لازم تبي يصير الشوارع مقصبة مجزرة يعني. لا تقطع أيدي إلى الآن. أنا أذكر قبل كم سنة في مكة واحد من ذا نيجيري الظاهر قطعت يده، لكن بعد التثبت هذا ما هو بسهل على طول اقطع ما يصلح الكلام هذا. نعم. قولهم لا يقتل كفرا، فعلى ما يقتل؟ قولهم انه لا يقتل ما يقتل معصية. إيه بس. جميل. لا يأخذون بحديث نهيت عن قتل المصلين، فدل على أنه يقتل بعد المصلين. نعم. شيخ، الاستتابة ثلاثا هذه حديث ولا لا؟ نعم. الاستتابة ثلاثا هذه حديث ولا لا؟ الاستتابة 3 أيام هذا حديث ولا رأي الفقهاء؟ والله ما أدري هل له، أكيد والله أعلم له أصل، كده أصل ما له أصل، لكن نعم، لكن ليس بهذا اللفظ حديث، لا. نعم. يقولون من خير قول البرية. بعض أهل العلم ما يرون الاستتابة، إذا ثبت عليه خلاص يقتل، لكن مثل ما تفضل ما يقتل إلا بإذن ولي الأمر، وهذا في حماية للدماء والحقوق وكذا. هذا تشوفون الآن في قصص في أمريكا يسجن ل 40-50 سنة بعدين يظهر براءته أثر متهم. نعم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. نسأل الله. شوف هنا قال هناك قراءته وهنا قال إيمانهم. نعم ماشي. لأن العبرة بالإيمان، هذا الواقع. هو المنافقون يقرؤون القرآن، والرسول ماذا وصف قراءة المنافق؟ قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. وش طعمها؟ الإيمان. والرائحة رائحة القرآن، رائحة القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو لأن الإيمان عنده، ولكن ما له ريح لأنه ما يقرأ قرآن. أي ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الإترجة، وفي رواية الإترنجة، طعمها حلو وريحها حلو، أو طعمها طيب وريحها طيب. نعم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الله. ما وجه الأجر هنا؟ لأنها قطع دابرهم، قطع شرهم حتى ما يتكاثرون. ما يتكاثرون. كم عانت المجتمعات من هذه الطائفة في كل البلدان يعني. هذا الصحيح. انتهى المتن، بقي الشرح. ما يخالف. الأسبوع القادم إن شاء الله، اللي بعد القادم، الأسبوع اللي بعد القادم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.